تعالى اكلمك النهارده عن نجم الاكشن، نجم طلع السلمه واحده واحده، النجم اللي عرفك وقال لك ان اللي مالوش كبير يشتري له كبير، ولو مش قد الفعل ما تشدش حيلك في الكلام. على الله حكايته. احمد العوضي. احمد العوضي اتخرج من جامعه تجاره جامعه حلوان. موضوع التمثيل بقى جه صدفه، ان واحد صاحبه عارف ان هو بيحب استاذ نور الشريف قوي، فراح مكلمه في التليفون قال له استاذ نور بيعمل كاستنج في المهندسين لو عايز تروح تشوفه. احمد العوضي كان رايح عشان خاطر يشوفه وعشان يعني لو عرف ياخد دور صغير، انما الهدف الاساسي ان هو يشوف. المهم المعلم راح وصل لحد هناك لقى طابور طويل عريض، قال لك طبعا انا مش هقف في الكلام ده، طب اعمل ايه؟ المهم اتمشى خطوتين كده قدام عند الطابور لقى الريجيسير عماد صالح، ما تعرفش ايه حصل، كلمه في الثانيه قال له خش واطلع. طلع فوق قابل واحد اسمه احمد ماضي قال له اصلا الكاستنج خلص، بس عرف يخش برضه الاستاذ نور الشريف. استاذ نور الشريف اول ما شافه قال له انت جاي عايز ايه؟ قال له بص يا استاذ نور انا جاي عشان اشوفك ويعني عشان امثل، ولا اقول لك بلاش امثل انا جاي اشوفك بس. فقال له طب اقعد. قعد احمد العوضي واستاذ نور الشريف قعد يتكلم معاه شويه وبعد كده قال له خلاص قوم روح. بعديها بيوم بقى كلموه قالوا له استاذ نور الشريف عايزك تعالى. راح طبعا وهو طاير من الفرح، راح لقاه هناك اداله مشهد قال له ارى المشهد ده قدامي، مسك الورق قراه قالوا له روح. بعديها بيومين جاله تليفون قال له استاذ نور الشريف بيقول لك تعالى عشان تمضي. يا سعدك يا هناك يا احمد العوضي، اول حاجه اهو هيبتديها. وكان مسلسل اسمه ما تخافوش، وخد بالك في نفس السنه دي عمل كام مشهد كده في فيلم بدل فات. بس نور الشريف كان بيحب احمد العوضي قوي، وكانت الناس بتقول عليه الفتى المدلل لنور الشريف، وكان بياخده قبل التصوير يقعد يدربه ازاي هيقف قدام الكاميرا وازاي يعمل المشاهد، ونور الشريف ما بيعملش الكلام ده مع اي حد. خلص مسلسل ما تخافوش اخدوا نور الشريف بعد كده في الدالي الجزء الثالث، وهم بيصوروا الدالي نور الشريف قال له هنخلص المسلسل ده مع المسلسل اللي انت عامله مع الكام مشهد اللي عملتهم في بدل فائد، انت هوب هتضرب نار. بصحى من النوم قبل ميعادي بنسى حاجات كتير قوي، منها الاصول. تسمح لي يا ادهم بيه اتكلم في حاجه تخص الشغل اللي بيني وبين مدام رضوى اللي هي شريكتي. ويخلص مسلسل الدالي ويتعرض وينجح جدا جدا جدا، واحمد العوضي يقعد في البيت. المهم في يوم من الايام وهو مكتئب لان الكلام سهل انما الفعل صعب، قاعد في البيت بيجيله ادوار بس افلام المقاولات، قصه تعالى ايه نط واعمل وتخ ترخ وخلاص الفيلم وخلاص. بس هو بعد التقديمه اللي الاستاذ نور الشريف قدمها له ما ينفعش يطلع بعد كده يعمل افلام اي كلام، وهو عايز يثبت لنفسه مكانه، فكان بيرفض. وعلى فكره اقوى حاجه في الفن انك تعرف تقول لا، انك تبقى قاعد من غير شغل. هو قعد 3 سنين والسنه 365 يوم، لان الكلمه سهله انما الموقف وهو قاعد صعب جدا. انك تعرف تقول لا وترفض فلوس وترفض فيلم حتى لو مقاولات دي صعبه جدا. عادل امام قالها كم مره بيدي نصيحه لواحد ممثل وقال له اكتر نصيحه انصحها لك انك يبقى عندك القوه انك تعرف تقول لا. ففي يوم احمد العوضي اخد بعضه وراح لاستاذ نور الشريف الفيلا بتاعته، قعد معاه. لما راح لقى قاعد بيذاكر وبيتفرج على افلام، وقال له يا احمد بص انا بذاكر ازاي وتعلم كده ولازم تقرا كده ولازم تبقى مش عارف ايه. خلاه يخلص كلامه وقال له يا استاذ نور انا زعلان. فقال له ليه؟ قال له عشان خاطر انت قلت لي حاجات وما حصلتش. نور الشريف واحنا عارفين انه كان فيلسوف وكان مثقف جدا، ما بيقولش اي كلام كده وخلاص. قال له بص يا احمد انت لسه ما جاش وقتك، كل واحد بيجي له وقته، عنده وقت هيستغل فيه. انا اللي عايزك تعمله دلوقتي انك تقعد تقرا وتتثقف وتذاكر وتتفرج على افلام عشان لما تيجي الفرصه تغتنمها، مش هتبقى لسه بتجهز لها اول ما تجيلك انا هعمل واخلي. سمع الكلام وراح قعد في البيت كتير 3 سنين. 3 سنين دول ياما جدا، قعد يذاكر وقعد يتثقف ويقرا ويتفرج على افلام ويدخل مخه داتا جديده. جه في 2013 عمل دور صغير كده في الكبير قوي وحتى انا خدت بالي منه. بس جه العوضي بقى في 2014 قابل المخرج محمد امين راضي واخده معاه في مسلسل السبع وصايا، والمسلسل ده كسر الدنيا وخلانا ناخد بالنا من احمد العوضي انه موهبه تمثيليه. صباحك زي العسل، وانما انا قلت الوش الحلو ده ما يجيش من ورا الا كل خير. واحمد العوضي في الاول ما كانش مصدر للناس ولا للمخرجين ان هو اصلا رياضي، ده هو لما صدر الصوره دي الناس افتكرته اصلا ملاكم اكتر من ممثل.
كان لاغي الفكره دي خالص لحد ما يثبت نفسه. في مسلسل السبع وصايا احنا خدنا بالنا من احمد العوضي وان هو ممثل جامد جدا، وانا بفعل ليه وانا بتكلم انا مش فاهم. في 2016 بقى عمل الميزان ونوايا بريئه والعهد، ودي مسلسلات حلوه بس ما علمتش جامد مع الناس، احنا عايزين نتكلم عن الحاجات اللي عملت نقله. في 2017 بقى عمل مسلسلين كان من ضمنهم نصيبي واسمتك. المسلسل ده عكس ما احمد العوضي متوقع خالص، اول اصلا ما اتعرض عليه المسلسل ده كان مفروض هو واخد دور الزوج اللي بيتخان، قال لا انا ما اتخنش، وكان رافض الدور ده، كان عايز ياخد الدور الثاني بتاع كريم قاسم هو اللي يخون، انما انا ما اتخنش. بعد كده الناس اقنعته وقالوا له لا دي فرصه كبيره جدا ليك، وفعلا دخل ومثل المسلسل وطلع من المسلسل ده كسبان جدا. احمد العوضي كان الكراش البنات كلها بعد المسلسل ده، وكسب شريحه كبيره جدا من الناس. وعمل برضه في نفس السنه مسلسل ارض جو مع غادة عبد الرازق، ومسلسلات غادة عبد الرازق برضه بتتشاف، بس نصيبي واسمتك كان عامل فيه حلقتين ده بص دغدغوا الدنيا. والصراحه احمد العوضي يستاهل كل خير. وطبعا بعد نصيبي واسمتك المخرجين اخدوا بالهم من شق معين في العوضي، فجابوه في حكايات بنات الجزء الثاني والثالث، وبرضه نجح فيه، بس ما عملش الايه النقله اللي هي السوسته اللي بتنطرك 3 4 سلمات. وعمل بعد كده الحصان الاسود مع احمد السقا. ومناسبه بقى احمد السقا، العوضي ايام ما كان بيجي له افلام المقاولات دي كان بيبقى قاعد مع اصحابه يقولوا له يا ابني اقبلها يا ابني، خايفين عليه بقى عايزينك تنتشر، خش فيلم ورا فيلم والمخرجين هيشوفوك. كان يقول لهم لا انا اول فيلم ليا هعمله مع احمد السقا. يا ابني احمد السقا ايه انت مجنون، ايش جابك لاحمد السقا؟ كان لسه العوضي مش معروف ولا اي حاجه. برضه لما كان بيجي له برامج كان يقول لا انا هطلع مع منى الشاذلي. وخد بالك طول ما انت بتسعى ورا حلمك وحاطه في دماغك وشايفه قدام عينيك صدقني ربنا هيوفقك ان انت تيجي لقدام. وفي 2017 فعلا يعمل هروب اضطراري مع احمد السقا الرائد ايمن غالي اللي هيحبسك ظلم وهيلبسك قضيه ويروح يحلف في المحكمه بضمير مرتاح وامك تدعي عليه وهيروح في الاخر ينام. والصراحه نجح جدا في الدور ده. وشوف لفه الايام واول فيلم يعمله ليه دور فيه كبير كان مع احمد السقا. وعمل شويه مسلسلات بعد كده ما علمتش قوي زي مراس الريح ومليكه مع دينا الشربيني. نفس السنه على فكره عمل ابو عمر المصري مع احمد عز، ممكن يبقى نجح بس انا ما شفتلوش اثر جامد، بس ما يمنعش ان كل ده كان انتشار ليه وبيخلي المخرجين، ما خد بالك مش لازم العمل اللي ما نجحش جماهيريا يبقى فشل، لا انا ممكن مخرج من صوره يشوفني بطريقه معينه يجيبني الدور، فده كان برضو انتشار ليه في جوه الوسط ان مخرجين كتير بتشوفه. وفي 2020 بقى عمل فيلم لص بغداد مع محمد عادل امام. الفيلم ده انا فضلت اتفرج عليه اول مره وفضلت اقول هو هيتكلم امتى العوضي، هيتكلم امتى؟ عارف يعني ايه فيلم كامل ما تتكلمش فيه بس تبقى بتمثل؟ انا كان اول مره اشوفها لفاروق الفيشاوي في فيلم الجراج، كانت حتى والدتي قالت لي انا هفرجك على فيلم الممثل ما بيتكلمش، ايامها كنت صغير استغربت جدا. العوضي عرف يعبر طول الفيلم برياكشنات وشه عن الكلام اللي كان المفروض يقوله بس ما بيقولوش، والصراحه الفيلم ده جامد جدا وعرف يستغل فيه قدراته الرياضيه جدا جدا جدا. وعمل برضو مع نتفليكس مسلسل اسمه شديد الخطوره. وبعد كده بقى نقدر نقول وسع للدور اللي عمل السوسته الكبيره وهو هشام عشماوي في الاختيار. المسلسل ده ورانا يعني ايه ممثل، يعني ايه احمد العوضي بيعرف يمثل ويعبر جامد جدا. المسلسل ده نقله في حته تانية خالص، والصراحه مع ان هو طالع بدور شرير بس كل الناس حبته، كل الناس اخدت بالها ان في موهبه جديده قدامنا جامده لا تقل عن خالد الصاوي وعن خالد صالح، وهو اسمه احمد العوضي. اللي ساعد على كده كمان ان امير كرارة كان عنده جمهور من كلاتش كبير جدا، والمسلسل اتشاف بطريقه فظيعه، فاحمد العوضي عرف في الوطن العربي كله يسيطر على شرايح جديده مش شريحه واحده، ودي حاجه تبسطني ما تزعلنيش. وفي 2021 بقى نقدر نقول وسع لان ياسمين عبد العزيز جت بشخصيه سيف الخديوي. وعلى فكره اول ما قالوا لياسمين عبد العزيز ان احمد العوضي مرشح ان هو يبقى سيف الخديوي هي رفضت، مش عشان بتكرهه ولا ممثل قدراته قليله، هي قالت احنا هنتخانق. ياسمين عبد العزيز على فكره في شغلها ما بتهزرش، احنا بنعمل فيلم كوميدي مسلسل كوميدي اي حاجه بس في الاول وفي الاخر شغل، وخد بالك يعني في الاول وفي الاخر مش هنضحك على بعض، هي نجمه العمل الكلمه الاولى والاخيره ليها، فهي خافت ان هم يتخانقوا مع بعض. بس الحمد لله ان هم ما اقتنعوش بوجهه النظر دي وعملوا لنا شخصيه سيف الخديوي، لان كان يبقى حرام الصراحه ان مسلسل زي ده يطلع من غير احمد العوضي. سيف الخديوي طلع من المسلسل ده بيقول للناس انا اقدر اشيل بطوله مسلسل لوحدي، والصراحه يستحقها، والمسلسل انتوا عارفين هو عمل ايه، هو مش من 100 سنه يعني. وبعد نجاح مسلسل اللي ملوش كبير يجوا يعملوا لنا احلى على الاحلى جابر الكوماندا مسلسل ضرب نار في 2023.
وعلى فكره يا جماعه المسلسل كواليسه كانت متعبه جدا. انا ممكن اقول لك على حاجه تبان انها تافهه جدا، بس مثلا في افتتاحيه المسلسل كده وهو داخل بالموتوسيكل والنسر على كتفه، عارف عشان خاطر النسر بس يبقى على كتفه كده وهادي وبتاع ومش عارف ايه، قعد 3 شهور بينزل من بيته يروح مكان معين في الصحراء يقعد مع صاحب النسر والنسر نفسه ويقعدوا يتدربوا 3 شهور 90 يوم ما تستقلش بيهم يعني، عشان يخلي النسر بس ما يأذوهوش، عشان لما يجي مشهد عايز ينادي عليه يجيله. ومع ذلك النسر عشان يقف هنا على كتفه ويفضل ثابت وهو ماشي بالموتوسيكل، راح جاي اصلا النسر ده من اخطر الحاجات، راح جاي غرز ضوافره فيه، ويعني ضوافره علمت كده دخلت جوه جسمه، بس هو استحمل عشان الشوت يكمل والمشهد يكمل ويبقى كله زي الفل. بس الصراحه جابر الكوماندا كان جامد. اي نعم في اللغه الصعيدي يعني في شويه حاجات كده كانت بتجري، بس يا جماعه ما حدش بيتعلم ببلاش، احنا ليه بنقف للناس على الواحده يعني؟ فاهم؟ المسلسل كله حلو وجا في مشهد مثلا خلاص سيبنا المسلسل وسيبنا كل المجهود وسيبنا الدنيا دي كلها وبنتكلم في جزئيه ان الراجل في مشهد اتكلم بسرعه. طب يا عم ما هو انت يعني كلمني عن الموضوع كله. المسلسل حلو، انت ممكن تقول لي ايه المسلسل حلو بس ده في مشهد برضه وحشه. انت عارف يعني ايه مسلسل؟ عارف بيتصور ازاي؟ عارف يعني ايه يفضل محافظ على شخصيته ومشاعره واحاسيسه ورياكشناته وبتاع، ان هو يعني تخيل هيروح البيت ينام يقعد مع مثلا مراته ياسمين عبد العزيز يهزر يضحك يعمل وينام، لازم لما يجي بكره يبقى بنفس الحاله اللي ماشى بيها من اللوكيشن. المواضيع دي صعبه، وفي الاخر لما يطلع المسلسل كله حلو وغلط هو في مشهد نسيب المسلسل كله وده ما بيعرفش يتكلم يا عم مين اللي قال ما بيعرفش يتكلم صعيدي؟ ومع احترامي الكامل، ما هو اصل المواضيع دي بتحصل لي انا شخصيا يعني، الاقي واحد سايب الفيديو كله ويقول لي ده مثلا زي الخيال اللي ورا ده قعدت ساعتين بظبط فيه مش عارف، هتسيبه كله وتتكلموا على الحته دي. بس انا ما عنديش مانع وهو ما عندوش مانع. شايفين انا شكلي قعدت اتكلم مع الكاميرا وارتحت وكاني شايفكم، اقسم بالله. خد بالك انا ما كنتش بصدق الكلام اللي بيتقال ده، ان هو انا ممكن افتح الكاميرا واقعد اتكلم مع الناس وبتاع، كنت بقول ده بيتكلم مع موبايل. بس فعلا الواحد وهو بيتكلم كده لا ممكن يسرح، وممكن يعني ربنا يخلي كل واحد عنده جمهور او عنده اخوات ربنا يخليهم له، فعلا نعمه كبيره حتى لو عندك 2 بس بيتفرجوا عليك. برضو الجمله دي كانت بتستفزني، يقول يعني ايه لو عنده 2 هيعمل لهم فيديو؟ لو عنده 2 هيعمل لهم فيديو. إيه يا جماعه دي ليها فرحه انتوا مش متخيلينها، ان في واحد بس مستني تنزل حاجه عشان خاطر يتفرج عليها. ربنا يديم المحبه لكل الناس في كل الوطن العربي. وبالمره كده والواحد يعني بيقول اللي في قلبه، يا ريت كلنا ندعي لفلسطين وندعي لاهالينا في غزه. يعني تخيل انا قاعد بقول لك الخيال وهم مش لاقيين لمبه ولا لاقيين اكل ولا لاقيين اي حاجه يعني. ولو شفتوا الحاجات الدعم اللي بتروح لهم باكو بسكوت مثلا، فاهم يعني؟ ممكن 10 تنفار، انا شفت 10 تنفار واخدين علبه تونه صغيره وباكو بسكوت فيه قطعه واحده وحاجه تانية زيها كده يعني. المهم هو مش موضوعنا، بس يا ريت كلنا ندعي لهم، مسلم ومسيحي اي حد يا ريت ندعي له. نرجع لموضوعنا تاني بقى، خلاص احنا يعتبر خلصنا. في 2024 بقى ياسمين عبد العزيز مش هتعمل مسلسل واحمد العوضي هيعمل مسلسل لوحده. هو ياسمين عبد العزيز مش موضوعنا بس على الهامش كده هي بتعمل فيلم لوحدها. وبرده احمد العوضي خالد يوسف واخده معاه في فيلم اسمه الاسكندراني. وفي الاخر يا ريت تبقى الحلقه حلوه. اول مره اصور وانا قاعد كده، انا صورت مره واحده بس وما عجبتنيش، وان شاء الله الكاميرا اللي جايه تبقى الكواليتي بتاعها احلى. ادعوا لي كده، بقول لنفسي من تقدم لتقدم. وفي الاخر لو بتحب تتابع كل اخبار النجوم او بتحب تعرف اخبار الفنانين اول باول وتحب تعرف كده نجمك المفضل الرحله بتاعته كانت عامله ازاي، اشترك في القناه وخش لف لفه كده هتلاقي حاجات. ده في كمان برنامج اسمه ما وراء الصناعه، خش اتفرج عليه. سلام.